في الحلقه اللي فاتت جهزنا الترموكس وتعلمنا اهم الاساسيات اللي هنحتاجها. النهارده بقى هنبدا ننقل الموضوع لمستوى اعلى شويه. هنخلي الموبايل بتاعنا يقدر يشغل بيئه لينكس كامله، نقدر نستخدمها بعد كده في رحله تعلم البن تيستنج، وهنستخدم اوبونتو جوه ترموكس. والحلو في الموضوع ان احنا مش محتاجين روت للموبايل، فلو انت لسه مبتدئ ومش فاهم لينكس كويس ما تقلقش، انا هعمل معاك كل خطوه من البدايه وهعرفك كل امر بيعمل ايه بالظبط. فيلا بينا. اهلا بيكم يا شباب في الحلقه الثانيه من سلسله تعلم البن تيستنج من الموبايل. زي ما اتفقنا في الحلقه اللي فاتت، احنا مش هنحاول نتعلم ادوات الاختراق وخلاص، احنا عايزين نفهم الاساس الاول ونجهز بيئه نقدر نشتغل فيها بشكل عملي. وعشان كده النهارده هنثبت اوبونتو جوه ترموكس. ولو انت لسه مبتدئ في لينكس ما تقلقش خالص، مش مطلوب منك اصلا تكون حافظ اوامر. انا هكتب الامر قدامك وهقول لك بيعمل ايه بالظبط وهننفذه كمان مع بعض. خلينا نبدا. اول خطوه هنعملها وقبل ما نثبت اي حاجه هنعمل تحديث. فهنيجي كده ونكتب باكج ابديت مسافه and package upgrade. وهنا احنا دمجنا امرين في امر واحد، بدل ما نكتب كل امر فيهم لوحده لا دمجناهم الاثنين في امر واحد. وقلنا قبل كده ان باكج ابديت بيحدث معلومات الحزم اللي موجوده، لكن باكج ابجريد بيحدث الحزم نفسها او بيحدث البرامج نفسها لاخر اصدار متاح. طيب ممكن يجي لك بعد كده do you want to continue، طبعا يس انتر تمام، ونسيبه طبعا لحد ما يخلص. ممكن العمليه دي تاخد شويه وقت، دقيقه او دقيقتين على حسب طبعا زي ما قلنا سرعه الانترنت عندك. طيب بعد ما الترموكس اتحدث دلوقتي محتاجين اداه تساعدنا ان احنا ننزل ونشغل توزيعات لينكس داخل الترموكس، والاداه دي اسمها بروت ديسترو، ودي هتكون مهمه جدا بالنسبه لنا. هنيجي كده ونكتب باكج انستول بروت داش ديسترو وانتر. لو طلب منك تاكيد طبعا واي انتر، ونستنى لحد ما التثبيت يخلص. طيب قبل ما نكمل كده خليني اوضح لك بسرعه احنا بنعمل ايه. احنا عندنا الاندرويد كنظام اساسي، وجوه الاندرويد عندنا الترموكس، ودلوقتي عندنا بروت ديسترو هتساعدنا ان احنا نشغل توزيعه لينكس زي اوبونتو جوه الترموكس. يعني الشكل عندنا هيبقى تقريبا اندرويد ترموكس اوبونتو، وده كله من غير ما نغير في نظام الاندرويد نفسه ولا نيجي ناحيته. طيب دلوقتي بعد ما ثبتنا بروت ديسترو خلينا نشوف ايه التوزيعات اللي احنا ممكن نثبتها. فهنيجي كده ونكتب بروت داش ديسترو مسافه ليست وانتر. طبعا المفروض هنا تظهر لك قائمه بالتوزيعات المتاحه عندك. ممكن طبعا تختلف القائمه دي على حسب اصدار بروت ديسترو، لكن اللي موجود قدامنا دلوقتي وهو اوبونتو، فاحنا طبعا كده هنستخدم اوبونتو. طيب ليه تحديدا هنستخدم اوبونتو؟ ده طبعا لانها من اشهر توزيعات اللينكس، واللي هتلاقي لها طبعا شروحات ومصادر كتيره جدا، وكمان هتكون مناسبه لكل الخطوات اللي احنا هنعملها بعد كده. طيب دلوقتي نيجي للخطوه المهمه، عايزين نثبت اوبونتو. فهنكتب الامر ده بروت داش ديسترو انستول اوبونتو وانتر. دلوقتي طبعا هيبدا يحمل ملفات اوبونتو ويجهزها. الموضوع بس هياخد شويه وقت على حسب طبعا سرعه الانترنت عندك. بعد ما العمليه تخلص زي ما احنا شايفين كده اوبونتو بقت موجوده عندنا، لكن احنا لسه طبعا ما شفناهاش وما جيناش ناحيتها. طيب تعالوا ندخل جوه اوبونتو. هنعمل ايه عشان ندخل جوه اوبونتو؟ هنستخدم الامر ده بروت داش ديسترو لوجن اوبونتو وانتر. بص كده على التيرمينال على الشمال كده من عند المؤشر، هتلاقي ان البرومبت عندك اتغيرت. شايف كده احنا بالفعل دخلنا جوه اوبونتو. وطبعا ممكن تسالني طيب هو اوبونتو ازاي يشتغل جوه الاندرويد؟ ده طبعا لان اوبونتو ده نظام تشغيل، لكن خليني اقول لك احنا هنا مش بنثبت اوبونتو كنظام تشغيل اساسي للموبايل، احنا بنشغل بيئه اوبونتو جوه الترموكس باستخدام اداه بروت. وعشان كده احنا مش محتاجين نعمل روت للموبايل اصلا، لان الموضوع ابسط من كده بكتير. طيب بدل ما نقول ان احنا دخلنا اوبونتو خلاص، ما تيجي نتاكد بنفسنا. هنيجي كده ونكتب cat/etc/os-release وانتر. هتظهر لك زي ما انت شايف كده معلومات عن نظام التشغيل. لو شفت في الاول كده هتلاقي مكتوب اوبونتو ورقم الاصدار. حلو جدا كده اتاكدنا ان احنا نزلنا فعلا اوبونتو وشغاله قدامنا تمام. خلينا ناخد خطوه بسيطه كمان. هنيجي كده ونكتب ls مسافه سلاش وانتر. الامر ده بيعرض لك الملفات والفولدرات اللي موجوده في المسار الرئيسي لنظام اللينكس. هتلاقي حاجات مثلا زي ما انت شايف زي بن وديف واي تي سي وهوم والاي بي واوبت وروت وتمب ويوزر وفار، فدي كلها حاجات موجوده طبعا زي ما قلنا في المسار الرئيسي لنظام لينكس. لو اول مره تشوف الكلام ده طبعا ما تحاولش تحفظه كله، لان احنا لسه هنشرح نظام الملفات في لينكس بالتفصيل لما نحتاجه. المهم عندي دلوقتي انك تعرف ان دي بنيه نظام لينكس الطبيعيه. طيب لو عايز تخرج بقى من اوبونتو وترجع تاني للترموكس، موضوع بسيط جدا، هتكتب اكزيت وانتر، هتلاقي نفسك رجعت تاني للترموكس. ولو عايز تدخل اوبونتو مره تانيه هتكتب تاني بروت ديسترو لوجن اوبونتو وانتر.
يعني تقدر تدخل وتخرج من اوبونتو بسهوله جدا وقت ما تحب. طيب دلوقتي بما ان اوبونتو اتثبتت محتاجين طبعا نعمل لها ابديت، وخلي بالك من حاجه مهمه جدا، احنا دلوقتي جوه اوبونتو وعشان كده هتلاقي الاوامر اللي هنستخدمها لاداره الحزم هتلاقيها مختلفه عن الترموكس. يعني في الترموكس مثلا كنا بنستخدم باكج، انما هنا في اوبونتو هنستخدم اب. طيب خلينا بقى نعمل تحديث، فهنيجي كده ونكتب apt update وانتر، استنى لحد ما يخلص وبعديها هنكتب apt upgrade وانتر. لو طلب منك تاكيد طبعا واي انتر، وبكده اوبونتو عندنا بقت محدثه. تمام. طيب دلوقتي عايز اعمل معاك حاجه مهمه جدا من البدايه، وهو ان احنا هننظم شغلنا، لان لما نبدا نثبت ادوات ونكتب سكريبتس ونشتغل على لابس مش عايزين كل حاجه تكون مرميه في مكان واحد، فهنعمل فولدر اسمه سايبر لاب. هنيجي كده ونكتب mkdir سايبر لاب وانتر. ده معناه طبعا ان احنا عملنا كرييت لفولدر جديد اسمه سايبر لاب. حلو قوي. تعالى بقى ندخل عليه. هنيجي كده ونكتب cd سايبر لاب وانتر. تعالى نتاكد ان احنا موجودين جوه الفولدر ده bwd. تمام. دلوقتي بقى تعالى نعمل كمان شويه فولدرات كده جوه سايبر لاب هنستخدمها طبعا بعد كده. فولدر مثلا زي تولز mkdir تولز. تمام. فولدر زي مثلا سكريبتس mkdir سكريبتس. mkdir نوتس، عندنا فولدر اسمه نوتس. حلو. mkdir لابس. تمام كده عملنا اكتر من فولدر. تعالى كده نشوفهم. ls انتر. هنبص هتلاقي كل الفولدرات الاربعه ظهروا قدامنا، وده هيكون الورك سبيس بتاعنا الخاص بالحلقات الجايه. دلوقتي خلينا نثبت شويه ادوات اساسيه هنحتاجها بعدين. اول واحده وهي git apt install git enter y. تمام. بعد ما نخلص التثبيت هنتاكد طبعا ان جيت اتثبتت معانا، فهنكتب جيت مسافه داش داش فيرجن. ظهر رقم الاصدار يبقى تمام، ثبتت عندي. بعد كده هنثبت البايثون apt install بايثون 3 انتر y. تمام. 1 افريكا 13 تايم زون بتاعنا كايرو، ونسيبه يخلص تثبيت براحته. تمام. بعد التثبيت طبعا هنتاكد برضو بايثون 3 مسافه داش داش فيرجن انتر. لو ظهر رقم الاصدار يبقى البايثون اتثبتت عندي وجاهز وكله تمام. تعال نثبت كمان شويه ادوات بسيطه كده ممكن نحتاجها اثناء الشغل. apt install nano. تمام. واpt install curl y انتر. تمام. بعد كده wget apt install wget. تمام. وبكده بقى عندنا مجموعه ادوات اساسيه جاهزه ان احنا نشتغل بيها. دلوقتي عندي ملاحظه صغيره ممكن توفر عليك وقت بعد كده. كل مره بتحتاج تدخل لاوبونتو بتكتب الامر الطويل ده بروت ديسترو لوجن اوبونتو. طبعا مع الوقت لما تعوز كل شويه ان انت تدخل جوه اوبونتو هتلاقي ده بقى امر طويل وممل، فممكن نعمل له حاجه اسمها الياس. لكن خلي بالك الخطوه دي هنعملها من بره اوبونتو، هنعملها من الترموكس. فلو انت حاليا جوه اوبونتو فهنكتب اكزيت علشان نخرج بره نرجع للترموكس. تمام. رجعنا دلوقتي للترموكس. خلينا بقى نشوف هل في ملف اسمه دوت باش ار سي ولا لا موجود عندنا. لو موجود نقدر نفتحه على طول بالنانو. تمام. مش موجود نقدر نعمله من الاول خالص زي ما احنا دلوقتي هنعمله تاتش. ماشي. دوت باش ار سي. حلو جدا. انتر. تعال بقى نفتح الملف ده نانو دوت باش ار سي. حلو جدا. ونكتب الكلام ده الياس اوبونتو، يعني لما اقول لك اوبونتو تمام ايكوال بروت ديسترو لوجن اوبونتو. ده الامر اللي انا بستخدمه علشان ادخل جوه اوبونتو. فانا عايز لما نكتب كلمه اوبونتو بس يدخلني على طول جوه نظام تشغيل او البيئه بتاعتي اللي هي اوبونتو، بدون ما احتاج طبعا ان انا اكتب الامر ده كله. طيب بعد كده هنحفظ الملف كنترول او انتر. بعد كده كنترول اكس. خرجنا بره. طيب دلوقتي محتاجين نخلي التعديل ده يشتغل في السيشن الحاليه اللي احنا فيها، فهنيجي كده ونكتب source.bash.rc انتر. لو كل حاجه تمام هتبص هتلاقي اوبونتو فتحت معاك تمام بدون ما تحتاج ان انت تكتب الامر الطويل اللي فات. يعني بدل ما تحتاج انك تكتب root distro login اوبونتو بقيت كل اللي انت محتاج تكتبه بس كلمه اوبونتو، ودي كويسه جدا وحاجه جامده جدا هتحتاجها طبعا بعدين حته الياس دي لما يكون عندك امر طويل جدا والامر ده بتحتاج ان انت تكرره كل شويه وعاوز تستعيد عنه او تستبدله بكلمه بس. مجرد انك تكتب الكلمه دي هتبص هتلاقي الامر كله اشتغل معاك، وده طبعا هيوفر عليك وقت كبير ومجهود كبير جدا وانت شغال. خلينا بقى نراجع بسرعه كده قبل ما ننهي الحلقه. احنا عملنا ايه النهارده بدانا من الترموكس وحدثناه، ثبتنا بروت ديسترو، ثبتنا اوبونتو، دخلنا عليها اتاكدنا من النظام، حدثنا اوبونتو، جهزنا ورك سبيس للشغل، وثبتنا جيت وبايثون وكام اداه اساسيه، واخيرا عملنا شورت كات يقدر يدخلنا على اوبونتو بامر واحد بس، كلمه واحده. يعني من الاخر الموبايل بتاعك بقى عنده بيئه لينكس نقدر نبني عليها باقي السلسله. لكن لسه ما بداناش البن تيستنج نفسه، واللي هنبداه ان شاء الله من الحلقه الجايه. في الحلقه الجايه بقى هنبدا باداه من اهم الادوات اللي اي حد داخل مجال البن تيستنج لازم يتعلمها، واسمها انماب، وهنبدا معاها من الصفر. هنفهم يعني ايه بورت، يعني ايه سيرفيس، ازاي نعمل سكان، وازاي نقرا النتائج اللي بتظهر قدامنا. فلو انت نفذت كل الخطوات اللي احنا عملناها ووصلت معايا لحد هنا فانت جاهز بنسبه كبيره للحلقه الجايه ان احنا هنبتدي نطبق فيها اول اداه من ادوات السايبر سيكيورتي. ولو الحلقه عجبتك واستفدت ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس
الجرس علشان يوصلك الفيديوهات الجديدة من السلسلة دي، واشوفك الحلقة الجاية. سلام.